يا صباح الفل على الستات الامارات، وحشني من الفيديو اللي فات. اخباركم ايه يا حبايبي؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهارده بقى انا قلت بقى ايه، اعمل جوله في الجنينه كده، نزرع عود نعناع جنب الفرن عشان واحنا قاعدين نخبز كده نشم ريحه حلوه. وبعدين بقى ايه، كل اليومين اللي فاتوا كان هوا وتراب، فقلت ايه اكنس بالمره بقى ايه الحته ديت. إيه، انا حاطه فيها الفرن في الجنينه. كان جاي لي نعناع، فقلت ازرع بقى العود ده. كان فيه هنا عود اصلا نعناع مزروع بس نشف، مش عارفه ايه اللي نشفه. وبقى قعدت بقى ايه فتره ما كنتش بسقيه وكده، فقلت ازرع غيره بقى. المهم بقى ايه، انا قاعده في امان الله بزرع النعناع، ونزلت اخبط في الجنينه شويه واعزق فيها شويه. التقيت ايه واحده من جيراننا يعني جايه تقول لي، انا كل ما اخش واطلع الاقي جوزي حاطط بوزه في بوز امه، عمالين يتكلموا وما بيشبعوش كلام، واول ما يشوفوني يقوموا ساكتين. قلت لها: طب انت بنت مالك؟ ما يتكلموا هم، يعني هيتكلموا عليكي؟ قالت: امال هم بيسكتوا ليه اول ما يشوفوني؟ قلت لها: ما تحاوليش تدخلي بينك وبين جوزك وامه، انت شوفي شغلك وراعي بيتك وخلي بالك من بيتك ومن جوزك، واعملي اللي عليك وسيبي الباقي على الله. وبعدين انت ايش عرفك ان هم بيتكلموا عليك؟ انت حتى لو جيت تسالي جوزك هتقول له كنتوا بتتكلموا في ايه وسكتتم، هيقول لك ما بنتكلمش في حاجه، وما تتدخليش في اللي مالكيش فيه وما تشغليش بالك. فانت ما تحاوليش ان انت تنكشي في الغم وتعملي مشكله كل يوم مع جوزك من غير سبب. انت اعملي اللي عليك وخلاص. طيب قالت لي بقى ايه، طيب جوزي عازم اخواته على يوم الجمعة ان هم علشان يجوا يتغدوا معانا، وبعدين بقى ايه هم بيتغدوا وبيسيبوا المواعين ويسيبوها ويمشوا. قمت انا قلت لها ايه، خليكي ذكية، افتحي بيتك لأي حد حتى لو كان لعدوك، خليكي ناصحة. وبعدين مش كل حاجة تعملي مشكلة مع جوزك، مش يعني لما تبقي ناوية على الخناق اتخانقي على حاجة تستاهل الخناق ودوسي بتقلك. انما كل شوية تتخانقي على الفاضية والمليانة يقول عليك نكدية، يقول عليك نكدية. ما انت كل شوية في الهايفة وفي المليانة بتتخانقي، امال ايه؟ ويهرب منك بقى ويروح يقعد مع اصحابه على القهوة، يروح يفضل القعدة بره ويهيج يقعد مع عمه. ما هم ما بتتخانقش معاه كل شوية زيك. وبعدين خليكي نصح، خليكي ذكية، لما تلاقيه مصمم على رأيه في حاجة قولوا له ده انت صح. مش مقتنع ان هو غلطان، قولوا له انت صح، ده انت فله منورة، ده انت ما فيش منك اتنين، انت عندك 3 عيال، قدرهم الرابع. انا قلت لك 100 مرة يا بنت، وانا هتن اقول وعيد وعيد وازيد. احفظي بقى، احفظي، لا بلاش تحفظي، افهمي وما تحفظيش. انتي معاكي 3 عيال، قدروهم 4، قلتلك 100 مرة قدري جوزك ده ابنك الرابع، ابنك الكبير البكري، ابنك الكبير، سيسيه وخديه بالسياسة كده وبالحيلة كده وتحكي عليه وانتي تاخدي حب عينيه. انا افهمي بقى، انا مش هقعد كل شويه اقول وعيد وعيد وازيد. سيبيني بقى اكل يستفندي واشوف حلو ولا لسه اخر مره اكلت منه كان حادق مش. وبقى تعالي بقى ايه، قطعي لك شنطه يوستفند واملاها لجوزك، يمكن يرضى عنك. المهم بقى ايه، انت تعملي الغدا وتطولي رقبه جوزك كده، وبعدين ما تتفشخريش قوي، خليكي في المعقول، كل حاجه في المعقول حلوه. اعملي الاكل خليكي في المعقول، وكل حاجه في الوسط حلوه. يعني ما تتفشخريش قوي. يعني انت عندك بط، امسكي دكر بط بحيه، اعملي حله محشي جنبها مثلا صينيه جلاج. خليكي كده ايه خليكي كده في الوسط. إيه بالنسبه لحماتك بقى، انا عايزاكي ايه تضحكي عليه، يعني سيسيها زي ما بتسيسي جوزك كده، سيسيها وتحكي عليها، وخلي اسلوبك معاها حلو، خلي اسلوبك معاها حلو. يعني لما تعزم عيالها ما تتضرريش وتكشري وتقعدي تقولي لها بقى ايه، وانتوا كل يوم والتاني تعزمي عيالك، وانتوا كل جمعه تعزمي عيالك؟ لا، قبليهم بابتسامه، وقبليهم حلو وخلي بيتك مفتوح للحبايب كلهم، ما تتضرريش ولا تزهقي. وبعدين دول اهله، طبيعي ان هو يعزمهم ويعزموه وكده، فما ينفعش ان انت تبقي متضرره وزهقان. وبعدين ايه، دولت اخواته وولاد حماتك لما انت تقابلي عيالها حلو
هي كمان هتبقى حلوة معاك. لكن لما تبقى مكشرة وزهقانة ان هو عازمهم، هي هتزهق منك وهتتضايق. وبعدين ما تفكريش ان انت يعني في يوم من الايام يعني ان انت عمال على بطال كده تشتكي لجوزك كل شويه، امك عملت، امك سوت، امك تركت. ما تدخليش جوزك في مشاكلك مع حماتك نهائي خالص. اتكلمي معاه بعيد عن جو البيت، وبعيد عن المشاكل بتاع البيت وعن حماتك والهري ده كله. اي حاجة بتحصل في البيت طول النهار ما تتكلميش معاه فيها خالص، الا اذا هو سأل اتكلمي معاه. لكن خلي دايما ليكي وقت بعد ما اليوم يخلص كده، خلي ليكي وقت اخر النهار كده مع جوزك. اقعدي انت وجوزك اضحكوا شوية، روقوا شوية، اعملي حاجة سخنة اشربيها انت وهو، طبق فاكهة. روقي مع جوزك كده وانسي تعب اليوم كله، ونسيه هو كمان ضغط اليوم. وما تقعديش بقى تقولي له امك عملت طول النهار وامك سوت والكلام والهري ده كله، وتعكري صفوك وتعكريه. وهو هيزهق ويميل وهيقول لك كنت كل يوم تشتكي لي من امي، هي امه عامله فيكي ايه؟ ما هو مش هيطيق كلمه على امه. انتي في وش بينك وبينها سيس امورك. ولو انت ذكيه ما تردش عليها خالص، حتى لو غلطت فيك، حتى لو غلطت فيك ما تردش عليها، وسيس امورك وياها بعيد عنه، بعيد عنه خالص. وما تفكريش ان انت يعني ايه تدخلي بينها وبين ابنها. يعني المثل بيقول لو الحامة حبت مرات الابن كانت الغلة بقت قد التبن. اعملي يا سعدية حاضر، إيه سوي يا سعدية حاضر، وقولي نعم وحاضر. ده طولة البال تهد الجبال يا خايب، طولة البال تهد الجبال، واللين عمرها ما تنكسر. انت لو انت اسلوبك حلو وياها، هي مش هتعرف تمسك عليك غلطة، مش هتعرف تمسك عليك غلطة. لكن لما تقول لك كلمة وترد عليها ب10 هتقول ده لسانها طويل، ده ما تربيتش. اول حاجة هتقول ده مجرمة، ده ايه الوقعة اللي وقعنا فيها دي، ده ايه ده كانت جوازة طين ده. وهتقعد مع جيرانك تفضحك، هتقعد مع الجيران مع الستات الكبار اللي زيها وتقول ده كانت واقعة طين، ده البت بقول لها الكلمة ترد عليها ب20، ترد عليها بجورنال. لا خليكي ذكية، ما تخليهاش تمسك عليك غلطة. حتى لو هي زهقت، الستات الكبار دولت بيبقوا عايزين المسايس، عايزين طولة البال. طولي بالك، قدري همك، وكبري دماغك من ناحيتها خالص، وسيسيها وطوعيها في اي حاجة تقولها لك، ونعم يما وحاضر يما. وبعدين بقى إيه ما تحاوليش ان انت في يوم من الايام تغلطي فيها، لان انت غلطك انت اللي هيبقى باين، غلطها هي مش هيبان. انت عيب ان انت تغلطي فيها لان هي ست كبيره وفي مقام امك. لكن هي لما تغلط غلطها مش باين، هيقولوا دي ست كبيره، انت ازاي ترد عليها؟ ما ينفعش ان انت ترد عليها، هي مش في مقام امك، ما ينفعش ان انت ترد عليها. فانت خليكي اذكى منها وما تخليهاش تمسك عليك غلط. وقعدوا بالعافيه، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، واشوفكم على خير يا حبايب قلبي.